السلام عليكم. صلوا على النبي. ازيكم عاملين ايه؟ لكل الناس الكسلانين اللي مش قادرين يقفوا في المطبخ ومش عايزين يعملوا مواعين وعايزين ياكلوا على طول حاجة حلوة سريعة وسهلة وما تاخدش غلبة معاهم. عايزين ناكل حاجة حلوة سريعة كده على طول وما تاخدش وقت، ولا نقعد بقى في المطبخ ساعات علشان نعملها، واقفين بقى في المطبخ طول الوقت علشان نعمل الحاجة الحلوة دي. على طول كده نفسنا في حاجة حلوة نعملها في 5 دقايق. مش معنى انها سريعة انها طعمها وحش، لا 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 لا. انا عايزاكم بس تجربوها، والله طعمها مفيش اطعم ولا احلى من كده. بقولك هتعمليها في 5 دقايق. طب نجرب حتة كده. شايفين طرية ازاي؟ الصوص عليها مخليها طعمها جنان. الله، اخد حتة كمان كده. يا سلام، دي بقى جنب كوباية شاي. حلوة 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 قوي. اكنك بتاكلي قطعة من الجاتو، مش كيكة، اكنها قطعة من جاتو، اكنها جاتو سويسرول شوكولاتة. بس الفرق بقى ان احنا عاملينها باسهل طريقة خالص وبمكونات سهلة، مفيش اسهل من كده. يا سلام على قطع الشوكولاتة دي، جميلة جمال. حلوة حلوة لذيذة. لا، وطرية من جوه وشاربة بقى من صوص الشوكولاتة اللي احنا حاطينه عليها. شايفين طرية قد ايه من جوه؟ لا، والصوص كمان مخليها طرية اكتر، وقطع الشوكولاتة اللي من فوق دي مخلية طعمها بقى رايح في حتة تانية خالص. اصل الكيكة دي لازم تتلحس الطبق بتاعها كده، ما يتسابش ولا فتفوتة فيها. يعني لازم ولا فتفوتة يتساب في الطبق، مش محتاج له بعد كده غسيل. حلو قوي. هي خلصت خلاص. شوكولاتة في شوكولاتة. دي لازم تتلحس كده الطبق، ما يتسابش في الطبق ولا حاجة، نقعد نلحس فيه كده، مش محتاج بعد كده غسيل. نصلي على النبي ونقول بسم الله عشان بس الحاجة تطلع مظبوطة معانا. هنعمل كل حاجة في الخلاط، ولا مضرب بيض ولا حاجة. هنجيب 3 بيضات ونحط عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ممكن نحط اللي هو المحسن الكيك، اللي هو البيكنج باودر بالمحسن الكيك، بس يعني اي بيكنج باودر وخلاص، مش هتفرق. وهنحط 3 باكوات فانيليا على كل بيضة، 1 باكو فانيليا. ونص كوباية سكر، في ناس بتحط كوباية سكر، بس انا الحقيقة ما بحبش الحاجة معسلة قوي، هو كفاية قوي نص كوباية سكر، لاننا لسه هنحط صوص شوكولاتة وقطع من الشوكولاتة، فكل ده هيسكرها اكتر.
وربع كوباية زيت، وربع كوباية لبن، وشوية خل، يعني تقريبا معلقة كبيرة خل، ومعلقة كبيرة كابتشينو بندق. ممكن نستغنى عنها بس هي بتديها طعم حلو. بس كده، ونضربها بقى في الخلاط، نضربها كويس. ونبتدي بقى ننخل كوباية من الدقيق، من الكوبايات العادية خالص اللي هي كوباية الشاي اللي احنا بنشرب فيها، ونص كوباية كاكاو خام، وننخلهم مع بعض. بس كده، ونبتدي نضيف خليط الدقيق والكاكاو على خليط البيض والسكر، ونضربه في الخلاط. بس ايه، نضربه دقيقتين بالعدد، ما نكترش الضرب. بس كده، حلو قوي كده. ونجهز قالب الكيك اللي احنا هنخبز فيه. هنجيب ورقة زبدة ونحطها في قالب الكيك، وما ننساش اهم حاجة، ندهن ورق الزبدة بشوية زيت عشان الكيكة ما تلزقش في ورق الزبدة، لان طبعا احنا عارفين ان ورق الزبدة بتاع زمان غير ورق الزبدة بتاع دلوقتي. ورق الزبدة بتاع زمان كان الواحد يحط فيه الكيكة على طول بتطلع منها كيكة، انما دلوقتي كله مغشوش اكنه ورق كراسة. ولو ما عندكيش ورق زبدة ممكن تدهنيها بشوية سمنة. قالب الكيك بتدهني قالب الكيك بشوية سمنة، وبتبدريه بعد كده بشوية دقيق. بس كده، وهنبتدي بقى ندهن شوية زيت كده في ورقة الزبدة. ونصب الكيكة في قالب الكيك ونحطها في الفرن. احنا عندنا الفرن اللي عندي فرن عادي خالص من غير ولا مروحة ولا اي حاجة، فدايما الافران العادية بتحرق الكيك من القعر، فعلشان الكيكة ما تتحرقش من القعر وتستوي كويس ممكن نحط صينية في قعر الفرن فيها مية عادية خالص، مية من الحنفية، ونحطها في قعر الفرن من تحت بحيث انها تحمي قالب الكيك من ان هو يتحرق، وان هو يتسوى على نار متوسطة، وتوزع درجة الحرارة في الفرن كله. الطريقة دي انا مجرباها، دي للافران اللي هي على قد حالها كده، اللي هي افران عادية خالص.
اللي هي موجودة في كل البيوت اللي هي من غير مروحة. فنحط صينية في الفرن من تحت فيها مية، وبعد كده نحط الكيكة في الرف اللي في النص، ونظبط درجة الحرارة او نعمله على نار متوسطة. هنلاقي الكيكة استوت من فوق ومن تحت وما اتحرقتش وما اتحرقش قعر الكيكة، ووزعت. والصينية دي ميزتها انها بتوزع درجة الحرارة في الفرن كله. اهي شايفين بعد ما طلعت ما اتحرقتش ولا اي حاجة خالص، واستوت كويس من جوه من بره. وعلشان نختبرها انها استوت بنحط طبعا اي خلة او اي سكينة في نص الكيكة بحيث انها نعرف اذا كانت استوت ولا ما استوتش. ولو طلعت السكينة نظيفة يبقى كده معناها انها استوت. ونبتدي نجهز صوص الشوكولاتة بأسهل طريقة، كله في الخلاط. معلقتين كاكاو خام، ومعلقتين كابتشينو بندق، ومعلقتين سكر بودر او سكر عادي، ونص كوباية لبن. اظن مفيش اسهل من كده. ولو ما عندكيش كابتشينو بندق ممكن نستغنى عنه، بس زي ما بقول لكم بيدي طعم حلو للصوص الشوكولاته. وربع كوبايه زيت بس كده، ونضربه في الخلاط. اهو شوفوا شكل الصوص شكله ازاي، اكنه كريمه شوكولاته. احنا ممكن نخففه عن كده، يعني لو انتوا عايزينه اخف من كده شويه نحط 3/4 كوبايه لبن بدل نص كوبايه لبن. وهنبتدي بقى نصب صوص الشوكولاته ده او كريمه الشوكولاته على كيكه الشوكولاته. هو شايفين بقى هو دلوقتي عامل زي اكنه كريمه شوكولاته. احنا ممكن نخففه عن كده، بس انا يعني متهيألي ان هو كده حلو. لان هو لسه بعد كده هيتساب في التلاجة شوية، فهو كده كده الكيكة نفسها هتشربه. ولا هنشيلها من ورقة الزبدة ولا حاجة، هي خليها كده بورقة الزبدة. مش بقولكم مفيش اسهل من كده. اهو نحط كل الصوص بقى عليها ونحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة، لغاية لما الصوص كده يمسك شوية فيها كده وتتشرب من صوص الشوكولاتة. بس كده، ونحطها بقى ايه في التلاجة شوية عبال ما نجهز بقى ايه قطع الشوكولاتة اللي هنحطها على كيكة الشوكولاتة. مش بقولكوا هي كلها شوكولاتة في شوكولاتة. هنجيب قطعة من الشوكولاتة، هي حتة صغيرة قوي من القالب اللي هو الشوكولاتة الخام، ونبتدي ان احنا نحطها
ما نحطهاش في التلاجة، ولا نحطها في التلاجة ولا نحطها في الفريزر، علشان نعرف نقطعها بالشكل دوا. وياريت نجيب الشوكولاتة دي من مكان احنا عارفينه، لان انا جبت قبل كده شوكولاتة من السوبر ماركت طلعت مخززة وتقرف وما بتتاكلش اصلا واترمت. فياريت نجيبها احسن من مكان نكون عارفينه، بحيث ان احنا نجيب الشوكولاتة ما تبقاش يعني مخززة، لانها لو مخززة هتترمي. وعلشان تتقطع بالشكل دوا لازم نحطها في المطبخ عادي، ولا نحطها في الفريزر ولا في التلاجة، علشان تبقى طرية معانا كده وقت احنا بنقطعها، وتعمل الشكل الحلو اللي احنا شايفينه دوا. لان احنا لو حطيناها في الفريزر او في التلاجة هتجمد، ولما نيجي نقطعها هتبقى مبشورة، مش هتدي الشكل دوا. فهي لازم تبقى طرية معانا في ايدينا كده شوية، بحيث انها تدي الشكل ده. بس كده، ونقطع بقى حتة الشوكولاتة دي كلها بالشكل دوا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ اهي زي ما بيقطعوا اللي هو الحلوانية، هما بيقطعوها بالشكل ده كده. بس زي ما بقول لكم، اهم حاجة تكون الشوكولاتة طعمها حلو، ما تبقاش مخززة. اهي بالشكل ده. ونجيب بقى ايه كيكة الشوكولاتة من التلاجة، ونبتدي بقى نرصص قطع الشوكولاتة الجميلة دي عليها من فوق الوش كده. اهو شايفين الجمال، اكنك عاملة قطعة من الجاتوه. دي بقى بتخلي بقى كيكة الشوكولاتة بقى طعمها وشكلها اكنه يعني جاي من احلى محل حلواني. اهي والله ولا تفرق اي حاجة من الحاجات اللي هي معروضة في المحلات الحلوانية، وبيبيعوها بسعر قد كده. مش عارفة على ايه يعني ليه تبقى التورتة يعني بالمبالغ الكبيرة قوي دي، مع انها هي اساسا ما بتتكلفش حاجة. يعني هي ما بتتكلفش اي حاجة، هم عبارة عن 3 بيضات وحاجات وكوباية دقيق ونص كوباية كاكاو. يعني كلام فارغ يعني. انا مش عارفة ليه يعني الاسعار الغريبة قوي اللي هي بتاعت الكيكات والتورت الشوكولاتة، ليه يعني؟ والله ما بيعملوا اكتر من كده يعني. شوفي بقى دي لو تتباع بره هتاخديها بكام، مع انها والله ولا اتكلفت حاجة يعني. كلها حاجات موجودة في البيت وهي نفس المكونات اللي بيحطوها بره. شايفين جمالها؟ ده غير كمان انها سهلة في عمايلها، ويا دوبك حطيناها في الخلاط كله اتضرب مع بعضه. والله ما في احلى ولا انضف من حاجات البيت، بالذات دلوقتي ان كل الحاجات بتاعت بره كلها غالية. يعني تجيبي اي حاجة من بره هتلاقيها غالية. قطعة الجاتوه الصغنونة قوي كده
شوفي دلوقتي بقت بكام. هنيجي بقى نقطعها اكنه جاتو سويس رول، بس ولا محشية ولا حاجة. احنا ممكن نحشيها على فكرة، بس هي كده احلى. احنا قلنا ان احنا عايزين نعملها على طول ونفسنا في حاجة حلوة، فنعملها على طول في 5 دقايق ونخلص نفسنا وخلاص. احنا هنقعد طول الوقت في المطبخ؟ هي على طول كده كله في الخلاط وتخلص على طول، ولا فيها مواعين كتير ولا اي حاجة خالص. ده غير ان طعمها والله جميل، ده غير انها مش معسلة وطعمها مظبوط كده وما تموعش النفس. ومفيش احلى ولا اسهل ولا ابسط من كده ولا انضف من كده. وياريت الناس كلها تعمل حاجاتها في البيت وما تجيبش بقى اي حاجة تاني من بره. والف هنا وشفا، وسلام عليكم.